اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة وسعادة يا رب. هعمل معاكم النهاردة بإذن الله الرز الصيادية بطريقة حلوة جدا، لون وطعم وريحة حاجة كده ما شاء الله زي اللي بتاع المطاعم بالظبط، واحلى وانضف كمان. انا فرمة حبتين من البصل كبار، وطبعا حاطة معلقتين زيت كبار برضو في الحلة بتاعتي. هقلب بقى البصل بتاعي لحد ما ياخد لون ذهبي غامق. بس اهم حاجه ايدك فيه في التقليب على طول، ده انك تقلبي عشان ما يتحرقش منك. احنا مش عايزينه يتحرق، احنا عايزين ياخد لون ذهبي بس غامق شويه، بس مش اللي هو يتحرق عشان ما يمررش معاكي ويخلي الطعم مش حلو يعني. فانت اهم حاجه في المرحله دي تخلي بالك جدا من التقليب، يعني ما تسيبيهوش وتعملي حاجه، لا تدنك واقفه لحد ما ياخد لون، نوصل للون اللي احنا عايزينه بالظبط. عايزه اقولك بجد هتطلعيه بجد والله طعمه ولون حاجه كده ما شاء الله روعه. يعني بجد الكل هيسألك انت عاملاه ازاي. شايفين انا ايدي فيه على طول عماله اقلب لحد ما ياخد اللون اللي انا عايزاه. هو اصلا كده خلاص خد لون ذهبي، بس انا هسيبه يغمق شويه كمان عشان يخلي الرز بتاعنا لونه حلو. بس اهم حاجه في المرحله دي ده انك تقلبي، عشان لو سبتيه ثانيه واحده هيتحرق منك على طول. فانت تبقي واخده بالك ومركزه جدا وانت بتقلبي. شايفين كده اللهم بارك. وخلاص احنا قربنا نوصل للون اللي احنا عايزينه، اللون الذهبي الغامق. خلاص قرب ياخد معانا اللون ده، انك قلبيه بس كويس. شايفين كده ما شاء الله كده وصلنا للون اللي احنا عايزينه وما اتحرقش مننا وخد لون ذهبي غامق. كده انا كنت غاسله الرز بتاعي ومصفيه كويس جدا. بحب انزل بالرز الاول مش بالميه، في ناس بتحب تضيف الميه الاول، بس انا لا، انا بحب احط الرز الاول عشان اشوحه كويس جدا مع البصل عشان يطلع معاكي مفلفل. استحاله هيعجن منك، استحاله. باذن الله يطلع معاكي حلو جدا لما انت تقعدي تشوحيه كده مع البصل شويه، بيطلع معاكي مفلفل جدا. تعالوا بقى نضيف المكون بقى اللي هيخلي الطعم والريحة روعة. هتحطي معلقة قرفة صغيرة، بجد بتفرق جدا في الرز الصيادية ده، بيخليه بجد روعة. الناس اللي ما بتحبش القرفة صدقوني مش هيبان فيه قوي، بس هيديله طعم مميز، هيبقى حلو جدا. حطيت قرفة وحطيت الملح بتاعي بس، ما تحطش اي مكون تاني خالص، هيخلي اللون والطعم بجد ما شاء الله. شايفين الرز غمق معايا ازاي لما انا شوحته كتير مع البصل. هنزل بقى بميه سخنه، لازم تكون ميه سخنه جدا، ما ينفعش تضيفيله ميه تكون اللي هي فتره عادي، لا لازم تكون ميه مغليه عشان الرز يطلع معاكي مفلفل وحلو وما يعجنش. شايفين هو كده تمام خالص. انا هزوده بس لقيته عايز ميه شويه كمان هزوده. عشان ايه؟ انا اول ما بغطي عليه ما بفتحش عليه خالص الا لما بلاقيه استوى بقى. هغطي عليه واول ما يغلي تهدي عليه النار شمعه. شايفين هنا بقى اللهم بارك، كان الرز بتاعنا استوى وبقى جميل جدا. عايزه اقول لك بجد والله ريحته كانت قلب البيت. شايفين ما شاء الله قد ايه مفلفل وجميل، واخد لون ما شاء الله حلو جدا، وطعمه كان جميل اللهم بارك، كان حلو جدا. يلا بقى متنسونوش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دمتم سالمين.